جديد. صباح الخير لمستمعينا ومتابعينا. انتشرت في السنوات الأخيرة مراكز العلاج بالليزر في منطقتنا، وقد فتحت استخدامات الليزر المتعددة مجالا واسعا للقضاء على الكثير من المشكلات الطبية والتجميلية، وكانت تستغرق وقتا طويلا في العلاج أو كانت لا علاج لها. فاستخدامات الليزر في التجميل ربما تعتبر من الاستخدامات الحديثة، إلا أن مجالاتها قد تعددت وشهدت توسعا كبيرا في فترة قصيرة. اليوم حديثنا سيكون مع الدكتورة عنود رسول، أخصائية ليزر عن إزالة الشعر بالليزر، التي باتت الكثير من النساء تلجأ إليه في السنوات الأخيرة. دكتورة يسعد صباحك. صباح الخير إليك ولإذاعتكم الحلوة لكن مستمعيكم. سعداء بوجودك معنا دكتورة. بداية لو تحدثينا عن عملية إزالة شعر الوجه بالليزر، كيف تتم؟ الليزر هي عم تتم عن طريق جلسات طبعا. بتاخد جلسات. هلا نحن في كورس معين بيتراوح من 6 إلى 8 جلسات. أول 3 جلسات بتم إنه قضاء على البصيلة، بعدين البصيلة بترجع بتعيد نفسها تطلع على شكل وبري أضعف، فكمان نعمل 3 جلسات 4 جلسات مشان تتم إزالة يعني القضاء على البصيلة بشكل نهائي، مشان إنه نخلص من الشعر إن شاء الله بشكل نهائي على الليزر. على ماذا يعتمد نجاح عملية إزالة شعر الوجه بالليزر؟ وأنتم من خلال عملكم ما النسبة المئوية التي تضعونها في نجاح الجلسة؟ هلا اللي بتساعد إنه نجاح الجلسة هي أول شيء إنه الصبية أو المدام اللي بدها تعمل الجلسة ما يكون عندها أي خلل هرموني، ما يكون عندها أي مشاكل هرمونية، وفي حال وجود هي المشاكل لازم يتم علاجها. والشغلة الثانية إنه كمان الأجهزة المستعملة اللي إزالة الشعر لازم تكون أجهزة ليزر حقيقية مشان تكون نتائج مضمونة. هدول أهم شرطين والأساسيين طبعا ليكون عملية إزالة شعر ناجحة إن شاء الله. والنسبة الليزر بشكل عام يعني عالميا هي معروفة تتراوح بين 80 ل 90% من الشعر اللي يتم إزالته بالليزر عن الجسم. أما نسبة حوالي 10%، فحتى إذا ضل فيكون على شكل وبري ومتفرق يعني. أي. تحدثتي عن أنه كي يتم نجاح عملية إزالة الليزر عن الأجهزة المستخدمة في منطقتنا، هل هي بالكفاءة المطلوبة؟ ايه، في أجهزة ممتازة، في أجهزة ليزر حقيقية ممتازة وبتعطي نتائج حلوة، وفي أجهزة بصراحة يعني ما ليزر أصلا يعني. دكتورة، ما هي مميزات إزالة الشعر بالليزر؟ هلا إزالة الشعر بالليزر الشغلة الحلوة فيها إنه في بعض السيدات أو الصبايا عندهم مشاكل التهاب جريبات شعرية، هاي حتى إذا شالوا الشعر بأي طريقة تانية بيضل إنه تحت بتضل البصيلة موجودة وبيعمل لهم مثل حب كالتهاب، يعني هذا التهاب جريب شعري، فهذا الحل الوحيد له هو الليزر. يعني ما في شيء بيروح ولا كريمات ولا أي علاجات. دكتورة هل عم تسمعيني؟ تفضلي. شغلة إنه الليزر إزالة شعر يعني فيه خاصية تجديد خلايا البشرة، فحتى بتلاقي البشرة تفتحت بعد ما تم إزالة الشعر بالليزر، يعني حتى إذا فيها تصبغات خفيفة أو لون غامق بتلاقيها فتحت. ثالث شغلة إنه الإنسان بشكل عام إذا عمل ليزر بيرتاح بالمستقبل من الليزر، يعني إنه ما في داعي إنه كل شهر تجي تعملي عملية إزالة الشعر يعني بأي شيء تاني. ما هي عيوب وأضرار إزالة الشعر بالليزر؟ هلا الدراسات عالمية أثبتت إنه الليزر ما له آثار جانبية أبدا ولا 1 بالمليون. هل الشعر المزال يمكن أن يعود للنمو خلال فترة زمنية معينة بعد العلاج؟ هلا إذا السيدة أو الأنثى إذا عندها أي مشكلة هرمونية بالمستقبل أو صار عندها مشاكل هرمونية احتمال يرجع الشعر، لأنه الهرمون هو اللي بيطالع الشعر. أما في الأحوال العادية والطبيعية الشخص اللي ما عنده أي مشاكل هرمونية وما عنده أي مشاكل يعني فما رح يرجع الشعر. طبعا بعد ما خلصت الصبية الكورس تبع من 6 إلى 8 جلسات بضل عندك كل سنة تجي تعمل جلسة ليزر مشان تضمن إنه بالمستقبل ما يرجع عندها الشعر. كل سنة لازم تعمل جلسة ليزر؟ ايه مزبوط.
كم جلسة يحتاج الوجه للحصول على نتيجة جيدة وما هي المدة بينها؟ هلا بشكل عام الليزر لكل مناطق الجسم، الوجه وكل مناطق الجسم، هي بالعادة يعني بالإجمال في الأحوال الطبيعية مثل ما قلت المريضة إذا ما عندها أي مشاكل هرمونية وفي الأحوال الطبيعية، مهم. وإذا كان الجهاز طبعا جهاز ليزر حقيقي كويس، مهم. فالجلسات المطلوبة هي من 6 ل 8 جلسات. مهم. والمدة هي يعني فيك تقولي الأدنى حد 3 أسابيع لأقصى حد شهر، يعني بين 3 أسابيع والأربع أسابيع لازم تنعمل الجلسة. مهم. ما هي التحضيرات لجلسة إزالة شعر الوجه وكم تستمر؟ هلا الشعر بشكل عام قبل ما نعمل الجلسة هلا لازم يكون الشعر كله موجود، ما له منشال بأي طريقة تانية، ويفضل انه الصبية تقصره، يعني يكون الشعراية طولها قصيرة. 1 ملم فقط، ما مهم. يكون طويل، بل يكون 1 ملم. مهم. وطبعا لازم تكون الصبية قبل الجلسة مو مستعملة أي مقشرات أو أي حبريتان، لأنه هذا بيخلي الليزر يأثر على البشرة، أو مهم. أي مراهم كورتيزون فيها قبل الجلسة لازم كلها ما تكون مستعملتها، أو هدول بس المحاذير اللي قبل الجلسة. تقريبا قد ايه الفترة يلي ما بتكون لازم تستخدم هي حبوب التقشير أو ريتان أو مستحضرات التقشيرية؟ هلا يفضل لازم يكون قبل بشهر لحتى ترتاح قبل البشرة. بشهر. ايه يفضل. يعني انه تمنع حالها شهر وبعدين تجي تعمل ليزر. ايه طبعا. ما هي النصائح التي تقدمينها بعد الجلسة؟ هلا بعد الجلسة أهم شيء ما يكون في تعرض للشمس، مي سخنة، حرارة. ويجب استعمال طبعا المرممات بشكل كل ساعتين بشكل دوري لحتى تروح أثر الليزر بشكل نهائي مهم. لمدة يوم يومين أو أحيانا لمدة أسبوع كمان. مهم. والنصائح كمان إنه آه، في حال وجود يعني أي خلل هرموني كمان لازم إنه الوحدة الصبية تحكي فورا إنه عندها مهم. مشاكل مشان تكون النتيجة كويسة. مهم. وتتم إزالة الشعر طبعا بالمقص أو بالشفرة حصرا، ما بصير إنه نزع الشعر بأي طريقة تانية. مهم. وهدول هن النصائح اللي لازم تتبعها بعد الجلسة. جلسة. هل هناك أضرار للليزر على المرأة الحامل؟ هلا الدراسات اثبتت انه المرأة الحامل ما لها تأثير، الليزر ما لها تأثير على المرأة الحامل بشكل نهائي. مهم. بس نحن بشكل عام نحن بنقول لهم انه اول 3-4 شهور لا تعملوا جلسات، لانه بالاول 3 اشهر 4 اشهر الاولى يعني البروسترون كتير بيرتفع بجسم المرأة الحامل، فاحيانا بيطلع عندها شوية شعر زائد، احيانا نتيجتها بتكون اضعف بشوي من نتيجة المرأة العادية مهم. اللي ما حامل. فلهيك بنقول لها يفضل انه انت اول 3-4 شهور لا تعملي ليزر بعدين اعملي، بس انه كتأثير ما في دراسة اثبتت بصراحة انه لها اثار جانبية ابدا، مهم. لا المرأة الحامل ولا المرأة المرضعة ابدا. الليزر بشكل عام امن كتير. نعم. دكتورة عنود، هل يؤثر نوع البشرة ولونها وكذلك الشعر على فعالية الليزر؟ هلا بشكل عام هدول الشغلات كلها بيأثروا على حسب نوعية الجهاز، يعني في مهم. أجهزة خاصة لتكون البشرة حصرا فاتحة والشعر غامق، وفي أجهزة للبشرة السمراء والوبري. هلا الأجهزة الحديثة اللي طالعة هلا حاليا الموجودة عندنا في المركز إنه لكل أنواع البشرة ولكل أنواع الشعرة، يعني الشعر الوبراي ولا الخشنة ولا الفاتحة شوي ولا الغامقة. هلا هاي الأجهزة طالعة هلا حديث على 2020 انه مشان تناسب. هلا قبل كان في مشكله، يعني الجهاز كان مثلا نتيجته كويسه على حصرا تكون بشره فاتحه والشعرايه تكون غامقه، مهم. فكان النتيجه بتفرق من البشره لبشره ومن الشعر الوبرايه من الشعر الخشنه. بس مهم. هلا الشغله هي انحلت بالاجهزه هلا الحديثه اللي طلعت هلا على 2020، انه الجهاز صاير فيه برنامج للبشرة السمراء ولا الحمضية ولا البيضاء، مهم. وبرنامج للشعر الوبراية ولا الخشنة. هلا الشيء اللي بيأثر فيه الليزر بيفرق عن بعض تأثير الليزر على البشرة. هلا البشرة الفاتحة الليزر بصراحة ما بيأثر فيها، يعني حتى ما بعد الجلسة ما فيها الأحمرار ولا مهم. هالمشكلة أبدا. بينما البشرة السمراء مهم. بيكون فيها احمرار اكثر، واحيانا بيكون فيها نوع من الحرق البسيط، طبعا بتروح كلها على المراهم والكريمات المرممات بتروح، يعني ما بضل اثر. مهم. بس بتاثر البشره السمراء من البشره البيضاء بكثير، يعني فرق كثير كبير مهم. بالليزر. مهم. هذا هو الفرق. اما النتيجه النتيجه تكون وحده، يعني النتيجه مهم. نفسها.
مهم. بس الفرق البشرة هي اللي بتتأثر. أيوة. الشائع بين الناس أن الجلسات مكلفة من خلال الإقبال، كيف تقيمون ذلك؟ هلا موضوع التقييم أنا مو بعرف، يعني حسب ما بشوف الأسعار الموجودة لغير الليزر. مم. شايفة بالعكس أسعار الليزر هلا حاليا هي الأرخص بين الكل. تقريبا الجلسة عنا بالمنطقة قد إيه بتكلف بشكل وسطي يعني؟ هلا بشكل وسطي مهم. حسب، يعني في عنا كتير منعكس طبعا، كل حدا بيشتغل حسب سعر مهم. معين. بس المتعارف عليه المتعارف عليه يعني حوالي $10 تقريبا، يعني بين 15 وال25 ألف. أها. ايه. أيضا يشاع أن الليزر يتسبب بسرطانات الجلد، ما صحة ذلك علميا؟ هلا ما في أي دراسة أثبتت إنه الليزر بتعمل أي سرطانات بالجلد أبدا. مهم. كلمة أخيرة لك يا دكتورة عنود رسول. بتشكركم طبعا شكرا إذاعة لك. بيير، وبتشكرك شكرا. وجميع مستمعينكم. وبنصح كل الصبايا وقت حبوا يعملوا أي جلسة ليزر يستفسروا عن الجهاز، لأنه كل الأجهزة هي بتكون ليزر حقيقية. مهم. مو كل الأجهزة بتعطي النتائج اللي الصبية بدها إياها. في أجهزة بصراحة هي مانا ليزر، يعني بالعكس بدل ما تروح الشعر بتزيد الشعر وبتقويه حتى. طيب، بما أنه عم تحكي عن الأجهزة، ولو بدي أخرج عن نطاق الأسئلة عندي، الجهاز كيف نحن رح نعرف أنه هذا جهاز حقيقي أم غير حقيقي؟ يعني في هلا مواصفات ممكن أن نحن نطلع عليها، يعني كل الدكاترة أكيد وقت اللي بدنا نروح لعند دكتور أكيد ما رح يحكي لنا الصراحة، صح؟ يعني أكيد ما رح يجي يقول والله هذا ما إنه جهاز ليزر حقيقي. هلا الأجهزة هلا حاليا امم يعني ما شاء الله السوشيال ميديا معبي الدنيا، يعني صار أها. كل حدا يعرف أي شيء. تماما. ففيهم يتأكدوا أي. من الجهاز اللي عم يستعملوه من مهم. خلال السوشيال ميديا، بكون أفضل يعني أفضل بصراحة. تماما. هي نقطة كتير مهمة، شكرا لك عليها. ميرسي. تفضلي. هدول هن. شكرا كتير دكتورة عنود رسول، أخصائية ليزر، كنت معنا عبر الهاتف. شكرا لك. يا أهلا وسهلا.